السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بما اننا بقى من اهل اسكندرية فقلت لازم اعمل معاكم الحجازية الاسكندراني. هقولك على المقادير المظبوطة جدا، هتاخديها وهتعمليها بإذن الله، هتطلع معاكي احلى صينية حجازية. نقول بسم الله كده ونشوف الحجازية الجميلة بتاعتنا دي عملناها ازاي. عايزة كل عشاق كده القرفة وحبايب الحجازية، عايزة لايكات حلوة كده منكم ودعوة حلوة، واللي ما اشتركش في القناة ياريت تشتركي وتفرحيني باشتراكك الجميل. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف المقادير بتاعتنا. معايا كوباية من السمنة على الزيت، يعني نص سمنة ونص زيت، ونص من السكر، ونص كوباية من المية، ورشة ملح، ومعلقة من الخميرة أو كيس خميرة فورية، مفيش أسهل من كده. ومعايا هنا كوبايتين من الدقيق الأبيض، وهنحط عليهم كوبايتين من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة. بتجيبيه كده سايب من عند العطار، لا هو ناعم ولا هو خشن، بتجيبي الوسط. طبعا أول حاجة هندخل الدقيق بتاعنا زي ما احنا متعودين في أي معجنات. بعد كده هنحط معلقة الخميرة على السكر، وهننزل عليها بحبة من المية، والمية بتاعتنا لازم تكون دافية. بعد كده هنغطيها وهنسيبها دلوقتي. ننزل بقى بالزيت والسمنة على الدقيق، وهنبدأ نبس الدقيق بتاعنا كويس، ونخليه كده ايه يشرب السمنة والزيت. بعد كده هننزل بالخميرة بتاعتنا، وننزل بيه نص كوباية من المية الدافية، ونبدأ نعجن. هتلاحظي ان اول ما بتنزلي بالمية ان العجينة سايبة معاكي خالص، ما تقلقيش، واحدة واحدة الدقيق هيشربها معاكي. في ملاحظة تانية ان احنا ما بنعجنش زي ما انتوا شايفين كده، انا بلم العجينة بتاعتي زي ما اتفقنا قبل كده. اي عجينة من بسها الاول بالسمنة لازم ما يبقاش فيها عجن، يا دوبك بس بنلم العجينة بتاعتنا عشان عجينتنا ما فيهاش اي عرق خالص. خلاص كده لمينا العجينة بتاعتنا، هنسيبها بقى ساعة كده ترتاح. في جو الشتا ده بتقعد لها ساعة. نبدأ نجهز الحشوة بتاعتنا. حشوتنا عبارة عن كوباية من السكر، وكوباية من دقيق السميد، وهننزل عليهم بثلاث معالق من القرفة، ومعايا ربع كوباية من المية. هننزل بيها واحدة واحدة كده لحد لما الحشوة بتاعتنا تبقى عاملة زي حبيبات الرملة كده المندية. في الوقت ده ممكن تضيفي مكسرات لو حابة، ممكن تضيفي معلقتين من الكاكاو، بس هي الحشوة الأصلية هي الدقيق والسكر والقرفة والمية بتاعتنا، بس كده. مقادير الحجازية دي مظبوطة 100%. عايزة كل كده حبايبي اللي بيحبوا القرفة وبيحبوا الحجازية، مقاديرها سهلة جدا ما شاء الله، من الحلويات اللي بتدي معاكي كمية حلوة، رغم ان مقاديرها بسيطة بس بتعمل معايا كمية حلوة قوي. المهم هنا خلاص كانت عدى ساعة كده على العجينة بتاعتي. هتلاقوا هنا ملاحظة ان عجينة الحجازية ما بتعلاش قوي بعد الخمر بتاعها زي اي عجينة احنا بنعملها، لان طبعا فيها دقيق السميد. هنبدأ نقسم العجينة بتاعتي نصين. بعد كده بتجيب الصينية اللي بنعمل فيها. من عندي الصينية دي مقاس 30، حلوة قوي للمقدار الحجازية. دي بتبقى اكبر صينية من صواني البيتزا. هنبدأ نفردها بطريقة سهلة جدا. هتجيبي كيس من التلاجة وهتفتحيه، وهنبدأ نحطه على الصينية، على ظهر الصينية، ونفرد أول جزء معاه، يا إما بإيدك يا إما بالنشابة. العجينة طرية وحلوة جدا، فهي مش مستاهلة أي حاجة، هي بالإيد بتتفرد وبتبقى حلوة.
طب ليه انا عملت الخطوة دي بتسهل عليا ان انا افرد الجزء اللي هيبقى على الوش. باخد كده مقاس الصينية بكل سهولة، هنشيله. بعد كده نبدأ نفرد النص التاني في الصينية بتاعتي، وهنبدأ نفردها بكل سهولة. اهم حاجة وانتي بتفرديها، عايزة السوا كله يبقى واحد، ما يبقاش فيها في الصينية عالي وواطي، كله تبقى سواها واحد. وهنبدأ نعمل بس طرف صغير كده في الحواف بتاعة الصينية، علشان الحشوة بتاعتي ما تطلعش على الأطراف والعجينة تلزق في بعضها. بنسوي كويس جدا. بعد كده هننزل بالحشوة بتاعتنا، هنوزعها في الصينية، بس تحاولي ان ما تجيش على الأطراف عشان خاطر ما تتحرقش، وعشان انا عايزة العجينة تلزق في بعضها اللي فوق واللي تحت. هنوزعها كده كويس. بصوا الحشوة ما شاء الله حلوة جدا. بعد ما بتوزعيها كويس بنضغطها بالراحة كده بالإيد عشان تلزق في العجينة بتاعتي، ولما نيجي نقطع بعد كده بتبقى ماسكة في بعضها. بنزل بكل سهولة خالص بالنص اللي فوق، وابدأ بقى اسويه كويس. لو في اي حتة باينة كده هتظبطيها كويس كده. خلاص خلصت معايا الصينية. اهم حاجة بقى لازم ان انا اقطعها قبل ما تدخل الفرن. هتقطعيها مربعات، التقطيع اللي تريحك، او تقطعيها كده مثلثات تبقى حلوة قوي. بعد كده بالشوكة، وهنبدأ نديها شكل كده زي بتاعت بره بطرف الشوكة. هنسيبها بقى دلوقتي كده 10 دقايق. في ال10 دقايق دولت هنكون سخنت الفرن بتاعي. الفرن بيسخن الاول، بتشغلي الشواية بتاعتك، وبعد كده بتشغلي من تحت، وبنسيب الفرن يسخن على 190. ولو الفرن بتاعك زي انا ما عنديش درجات حرارة، فبتخليه اعلى من تسوية الكيكة. وبعد كده بعد ما بيسخن بنطفي الشواية، وبتدخلي الصينية على الشبكة في النص، وبتسيبيها حوالي تلت ساعة. بتعرفي ان هي استوت اول ما بتلاقي الاطراف كده بتلاقيها ثابت من الصينية، وهتلاقيها احمرت كده، يبقى خلاص هي خدت لون من تحت واستوت. هنبدأ نشغل الشواية تاخد لون من فوق، وخلاص على كده هتسيبيها لحد لما تبرد خالص، وتبدأي تمشي بالسكينة على القطعات اللي احنا كنا قاطعينها، لان هي اول ما بتطلع من الفرن بتبقى طرية، بعد كده بتبدأ تنشف معاكي. شايفين بقى شكلها والحشوة بتاعتها في النص جميلة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. خدي المقادير دي وانت مغمضة، مقادير مظبوطة جدا. واتمنى كده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.